ايه ده؟ انا شايف صباع الكفته صغير قوي، يعتبر نص العيش. يعني لو قسته كده في كف ايدي، لا انا كف ايدي اكبر. لا ثانيه كده بقى. يا جماعه في براند لسه داخل علينا اسمه كفته. المطعم ده بقى مميز نفسه وعامل حاجتين بس، كفته وحواوشي. وانا الصراحه بحب المطعم اللي بيبقى مخصص نفسه في حاجه او حاجتين. وفي ميزه تانية هو عاملها، اللي هو ما بيشتغلش بعيش بلدي، تقريبا عيش شامي او حاجه شبه الشامي، وهو اللي بيخبزه بنفسه. نبص كده على الاسعار، هو عنده سندوتش الكفته ب 38 جنيه والحواوشي ب 35، وعنده بوكسات، بوكس فيه 4 سندوتشات. انت بقى بتختار كفته او حواوشي او الاثنين مع بعض، وده سعره 140. وعنده بوكس 8 سندوتشات ب 255، وبوكس 10 سندوتشات ب 320. انا خليتني في الوسط وطلبت البوكس اللي فيه 8 سندوتشات. وعنده حاجه تانية اسمها ازازه ويسكي، اللي هو المفروض ميه سلطه، اللي هي دي. بس انا شفتها في الفيديوهات كان عليها ستيكر كده، اللي انت تشوفها تقول عليها زيت ويسكي فعلا، فما اعرفش ليه شالوها، تقريبا عملت لهم مشاكل. ما علينا، نخش بقى في الاكل عشان انا شايف ريحه الكفته حلوه قوي. بسم الله. هو جاي طحينه وطماطم مخلله. وده البوكس اللي فيه 8 سندوتشات وسعره 255. نفتح بقى كده ونشوف ايه الكلام. نبدأ بالكفتة. هو انا بلغت اللي كان بيطلب اللي هو ما يحطش طحينة وسلطة، بس هو حط طحينة وسلطة، مش مشكلة. هو انا حاسس ان السندوتش صغير شوية عن اللي انا بشوفه في الفيديوهات يعني. ايه ده؟ ده شكل السندوتش من جوه. ما اعرفش انتوا شفتوا اللي انا شفته ولا لا. انا شايف صباع الكفتة صغير قوي. يعني ده صباع الكفتة، اللي هو لو انا قارنت الصباع بالعيش يعني يعتبر نص العيش. والمفروض اللي السندوتش ده لوحده ب 38 جنيه، سعر مش رخيص. هو يعتبر في الوسط، في ارخص وفي اغلى، بس هو بيقول اللي هو شغال بلحمة بلدي. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. هي الكفتة طعمها حلو، واللي عاجبني فيها اللي هي فيها تغريزة كده شوية، يعني اللحمة خشنة شوية، مش مفرومة ناعم قوي، ودي ميزة بالنسبة لي. والعيش الصراحة تحفة. هو مش شامي، هو المفروض الشامي يبقى أرفع من كده، ده فيه سمك شوية. نطلع بقى كده الويسكي، ناخد قطمة ونبلع بالويسكي. سبايسي قوي. طيب بالنسبة للكفتة، اللحمة حلوة وتوابلها مظبوطة وتسويتها على مظبوط، بس أنا مستغلي سعره، خصوصا إن أنا لقيت الحجم بتاعه غير الحجم اللي أنا بشوفه في الفيديوهات خالص. وعايز برضه أبص على السندوتشات الباقية عشان ممكن يكون ده غلطة أصلا. لا الصوابع كلها صغيرة يا جدعان، الصوابع كلها صغيرة. يعني بذمتكم ده صباع الكفتة اللي أنتم مصبعينه على الصفحة. طيب نخش على الحواوشي. وانا الصراحه اول ما فتحت البوكس شايف حاجه وطلعت صح، وهي ان رغيف الحواوشي برضه مش زي اللي انا بشوفه في الفيديوهات. يعني لو قسته كده في كف ايدي، لا انا كف ايدي اكبر. ده انا لو اديته لابن اختي مش هيشبعه. لا ثانيه كده بقى. انا بس عايز اشوف حجمه اللي انا شفته عشان ما يكونش انا بيتهيألي. لا هم صغروا حجمه، ده مش الحجم اللي موجود في الفيديوهات اللي على صفحته ولا في الفيديوهات اللي عاملينها في فود بلوجر. بسم الله. اللحمه مشطشطه قوي، فيها كميه شطه رهيبه. اللحمه هنا سميكه شويه يعني مش رفيعه، بس هي على قد الرغيف يعني. انا مش عارف استطعم الحواوشي مليان شطه، حتى مش عارف اميز ان تتبيله اللحمه كويسه ولا لا بسبب الشطه. نهديها شويه كده بالطحينه. للاسف هي كفته طلعت غير توقعاتي. المفروض بقى اللي دي طماطم مخلله، بس هي متقطعه صغير خالص. طيب انا بالنسبه لي بصراحه على اللي انا اكلته، انا مستغل الاسعار. سندوتش الكفته انا شايفه غالي ب 38 جنيه وما فيهوش حته كفته غير قد صباعي. دي كانت تجربتي الشخصيه ورايي الشخصي، ممكن تجربتك تبقى احلى من تجربتي، وممكن الاكل يعجبك اكتر مني. هي في الاول وفي الاخر اذواق، بس انا بالنسبه لي كفته طلع كفته. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.